حبيت واحد وارتبطت بيه عاطفيا، بس ما كانش جه خطبني ولا حاجة. انا والدي ووالدتي متوفيين من زمان، من وانا في اعدادي وعايشة مع جدتي. يعني حالتنا المادية صعبة، ظروفنا مش احسن حاجة، وهو الوحيد اللي كان حنين عليا في الدنيا دي كلها. يعني كان ساعات يبقى مفيش اكل في البيت خالص، مثلا احنا عايشين على معاش جدتي، يتصل بيا ويجيب لي اكل وحاجات في السبت، طلعها لي لحد باب البيت، حاجات كده. وانا كنت محتاجه ايد تطبطب عليا، حد يحن عليا، حد يحسسني ان انا موجوده وليا قيمه. انا معرفش ازاي حصل كده ووثقت فيه، حصل بينا علاقه يعني. جه بعدها اتهرب مني، مبقاش يرد عليا خالص، مبقاش عايز يكلمني. بس انا فضلت وراه، فضلت اكلمه، وفضلت اتحايل، وفضلت اعمل كل المحاولات الممكنة عشان ما يسيبنيش عشان انا بحبه، دي حاجة، وما يسيبنيش طبعا في المصيبة اللي انا فيها. وهو كان كويس، يعني كان راجل معايا. بعد 3 شهور وافق ان هو يكتب عليا ونتجوز. طبعا لا كان في فرح ولا في اي حاجه خالص، وانا ما كنتش متضايقه خالص، ولا متضايقه ولا زعلانه ولا اي حاجه، ما عنديش مشكله. المهم انه هعيش معاه، واني طبعا هيسترني. هو دايما كان يقولي كده، انا هستر عليكي. واتجوزنا. بس من اول يوم طبعا معاملته يعني سيئه جدا. كل ما اتكلم معاه يقولي انا سترت عليكي، لو راجل تاني كان سابك، لو راجل تاني ما كانش قبل ان هو يتجوز واحده غلط معاها. كرهت نفسي، كرهت اليوم اللي انا وافقت ان يحصل بينا حاجه بسبب احتياجي، بسبب ان انا بحبه، بسبب ان انا كنت محتاجه حد يطبطب عليا. كرهت نفسي، كرهتها بجد. فضلنا كده حوالي 2 تانيين في الوضع ده، ومعاملة سيئة جدا، مفيش بينا أي كلام غير في حدود الاجتماعيات فقط لا غير، كأننا مش متجوزين